اهلا بيكم اعزائي المشاهدين في تاني حلقات برنامجكم دماغ بعافية. انتوا معانا هنا على قناة كابتي. بحب اعرفكم بضيف الحلقة النهاردة مهندس البير. مهندس البير جاي مخصوص من بني سويف، هو بيدرس في جامعة بني سويف التكنولوجية لتكنولوجيا الطاقة. وطبعا ما نقدرش نستغنى عن كابتن جلال، ايوه الضيف الدائم. كنت بدور عليه طبعا يا كابتن انت عارف القوانين، واللي ما يعرفش كابتن مين القوانين يا عم؟ مش مهندس. ماشي يا باشمهندس. طبعا انت عارف القوانين، واللي ما يعرفش القوانين بتاعتنا احنا هنا بنسال كل حد بيسال للتاني سؤال. لو مهندس البير ما عرفش يجاوب فالنقطه بتروح ليا لان انا اللي سالت السؤال، ولو هو جاوب النقطه بتروح لي والعكس. احنا الحلقه اللي فاتت كنا عاملينها 15 سؤال، لكن لقينا ان الحلقه هتبقى طويله جدا، فالحلقه دي هنرجع نعملها 10 اسئله بس. اهلا بك يا باشمهندس، منورنا. اهلا بحضرتك. وكما جرت العاده الضيف بيبدا، يعني عايزين اسئله عامه خفيفه لطيفه حلوه كده. طيب هو سؤال عام بس مش خفيف ولا لطيف، يعني هو صعب شويه. حقك، من حقك يا باشا، من حق كل مواطن يسال سؤال. طب خد السؤال اللولب الثعباني ده. ايه اكتر حيوان فيه عدد فقاريات في العالم تقريبا؟ يعني الحيوان اللي فيه اكبر عدد فقرات. فقرات للظهر. فقرات، عم ما نقولش الظهر بس هي فقرات. مفاصل قصدك؟ فقرات ظهر، فقرات رقبه، هي فقرات عامه. ماشي، ما هو الظهر بالرقبه دي اسمها فقرات. ماشي خلاص اللي انت شايفه. اصل انت بتقول لي في اي حته ما تحسسنيش ان عنده فقرات في صوابعه. طيب حلو السؤال ده يا كابتن يا باشمهندس. ايوه حلو السؤال ده يا البير. آه، في تايمر طيب ولا هنقعد اليوم كله؟ انت ممكن تديني هنت؟ ما لو اديتك هيتعرف. طب استنى هقول لك. هو مش من الطيور. استبعدت لك حاجه اهو. انت المفروض كنت تقول لي هو من كذا، مش تقول لي هو مش لا من ما عايز، كذا. لو قلت لك من كذا يعني هم بتاع 15 نوع مثلا. يعني رخويات ولا برمائيات هو مش من الطيور. ايوه. اقول لك حاجه، مش من الثدييات. يلا كده استبعدت لك حاجات كتير. عشان بس ما تقوليش الزرافه رقبتها طويله، لا دي اجابه مش على فكرة معلومة ليك ان عدد فقرات رقبة الزرافة قد عدد فقرات رقبة الانسان بالظبط اصلا يعني. اساسا. شكرا على المعلومه. بص، وانا هخاطر واقول التمساح. اجابه غلط طبعا، مش التمساح. طب ايه الاجابة الصح؟ هو انت قربت، هو من الزواحف فعلا بس مش التمساح. حاول تاني. سؤال قصدي الاجابه لما تعرفها السنه هتخانق انا وانت عليها ان هي صح ولا غلط بس. اصل انت لو قلت التعبان هشتمك لان هو من لا فقاريات اساسا. طيب هو التعبان، ودور على صحه المعلومه دي دلوقتي حالا، ولو ما طلعتش صح عليك عند اللي انت عايزه. السؤال ده اتسال في برنامج العباقرة وحصل عليه، حصل فيه يعني مشكله ان هي اصلا صح ولا غلط. شوف حبيبنا شات جي بي تي يقول لك ايه. التعبان بالمناسبه عنده يعني بيمتلك من 200 ل 400 فقره. في التعابين الطويله قوي بتوصل في عدد الفقرات فيها ل 400 فقره. طبعا ده سؤال ثعباني زي ما قلت. اتفضل اساله. ايه الحيوان اللي بيمتلك اكبر عدد فقرات؟ الأفاعي هي الحيوانات اللي عندها أكبر عدد من الفقرات، واللي بتوصل ل 600 فقرة تقريبا، وده اللي بيديها المرونة الكبيرة اللي المفروض السؤال ده بنقطتين، خلي بالك. كده يبقى من القوانين الجديده نسينا نقول ان احنا معانا سمارت بورد هنكتب عليه البوينتس عشان ما يحصلش لخبطه. نبدا كده نحط معلم الطريق. يبقى البير 1. طيب دورك. دوري. سفينه تايتانيك غرقت سنه كام؟ لا ما كنتش معاهم. ما اعرفش.
فكر، شغل يعني، ده شغل المخ يعني. ما طب تخيل، توقع، اي حاجه. هقول سنة 96 يلا. مش عارف ليه بس هي جت في دماغي كده. طيب هي الاجابه طبعا غلط، والاجابه هي 1912. يبقى انا كمان نقطه. وتفضل كده دورك. طيب استنى، مفيش أسئلة في دماغي. انت فاجئتني بحوار ان طب أسألك بقى سؤال في التخصص بتاعي يعني. ما يعني هو تخصص بتاعك حاجه احنا عايزين اسئله عامه. سبحان الله يعني لا، ما ده حاجة عامة، مش سؤال، مش سؤال هندسة يعني. اسمع بس. ليه في البيوت بتاعتنا بنستخدم كهرباء اي سي مش دي سي، اللي هو التيار المتردد مش التيار المستمر؟ بص، هو انا كنت سالت السؤال ده لكابتن اندرو الحلقه اللي فاتت، بس ما كانش كده. كان انه مين اول من استخدم التيار المتردد، وطبعا كان نيكولا تسلا. مم. انما ليه بنستخدمه؟ اعتقد ان هو امن في الاستخدام من التيار المستمر. لا، هي دي مش إجابة بالظبط. تفكر تاني ولا جاوب؟ هي دي اجابه؟ لا. هل الاجابه لا. طيب الاجابه اللي انا قلتها دي غلط، مش غلط. بس تبقى اجابه صح. لا مش صح. طيب هو اتفضل، طب لا قول لي اجابه هي يعني، قول لي عامة مش اجابه. من الاثنين، لو مسكتهم هتتكهرب. انا ماشي. عارف هو التيار المتردد مش هيعمل. بس التيار المتردد على ما اعتقد ان هو هتتكهرب، بس ممكن ينطرك بعيد، بالظبط، لكن فامن. لا لكن التاني التيار مش ده المستمر السبب. هيفضل ماسك مش فيه ده لغايه ما السبب، تموت. مش ده السبب. هي مش إجابة غلط بس مش ده السبب طبعا. طب اتفضل جاوب. السبب ان التيار المتردد بيتنقل لمسافات بعيده، لكن التيار المستمر لما بنيجي ننقله في كابلات مثلا او حاجات طويله بيحصل فيه فقد كبير جدا، فبالتالي ما بنعرفش ننقله لمكان بعيد. حلو قوي. فكده النقطه تتحسب لي. هي كده انا جاوبت نص اجابه صحيحه برضه. ماليش دعوه. ماشي، بس هي المعلومه ده حلوه السبب. جدا يعني عموما. فكابتن او مهندس معلش احنا متعودين على كلمه كابتن من كابتن اندرو. A few moments later. يلا يا عم، جلال بيقول لك انجز. بص. ايه يا عم. وده دل عن حاجه يدل ان احنا مش محضرين اسئله ومش محضرين اجابات. انا كنت نايم. يلا نصور. اه بالظبط، يعني هو من ساعه ما جه من بني سويف وهو في سينا خالص. الف سلامه. انا الحلقه اللي فاتت ده اللي كان عندي البرد. هو تقريبا هو تقريبا تقريبا المشكله في الكرسي ده اللي بيقعد الناحيه دي هو اللي. وكان برضه معايا علبه مناديل حاضنها كده. 2000 years later. طيب هو سؤال سهل بس بمناسبه المناديل يعني. ما تقوليش مين اول واحد عمل مناديل عشان ما نزعلش من بعض. المناديل الورقيه دي بتتصنع من ايه؟ من الورق مثلا، من ورقيه. طب جاوب جاوب اجابه. مناديل ورقيه. دي اجابه نهائيه يعني؟ ايوه. طيب الاجابه طبعا غلط، لان الورق اكيد يعني ما بينزلش من السماء، حتى لو هي ورقيه بتتصنع من الورق. من انا بقول القط معلومه يعني؟ غلط. من القط. لا، امال. بتتصنع من الشجر، من جذوع الاشجار. ماشي، يبقى الورق لا، ثانيه واحده. بالراحه. الورق ايوه بيتصنع من الشجر، لكن انت قلت المناديل بتصنع، في المناديل بتصنع من الورق. يعني في دلوقتي في مرحلتين تصنيع. فاهم حاجه؟ الماده الخام الاساسيه. لا، ما تقوليش الماده. لا انت ما تلفش الدنيا عشان تاخد النقطه، مش هتاخد ماليش النقطه. دعوه، انا بعترض. ماليش دعوه. لا وسجل اعتراضك في المونتاج ان شاء لا، الله. ماليش دعوه. انت ما قلت لي تلفش. المناديل بتتصنع وبعدين من هي إيه؟ مش بتتصنع من ورق، انت ما تتفلسفش، هي بتصنع من اشجار. الماده الخام بتاعتها أيوة. الحاء الشجر. انت قلت لي ايه الماده الخام؟ لا ما هي بتتصنع من ايه؟ هتبقى ايه يا يعني؟ عم خلاص. بتسقفها بتتصنع. اللي انت شايفه. معلش احنا اخوات فتلاقينا حادين مع بعض شويه. اللي انت شايفه. اتفضل دورك. طب ليه بنحط اللبن على الشاي؟ عشان الطفل يرضع. لا مش عايزين سخافه، الناس هتزهق. ايه اكبر محافظه في مصر؟ اكبر محافظه في مصر الواد الجديد. ما اعرفش الاجابه الصراحه.
مش عارف اقول لك صح ولا طب غلط. في كل الحالات يبقى انا صح، حتى لو انت سالت سؤال ما تعرفش اجابته. لا يعني الاغلب تقريبا كنت اقول لك المنيا، عشان المنيا فيها مش عارف كم مركز، حتى وانت رايح بالقطر كده الواد بتعدي على الجديد. 50 مركز، فاهم؟ الواد الجديد. طب ممكن تاكد من المعلومه؟ حاضر، ولو طلعت غلط هاخد النقطه برضو. لا. انت سالت سؤال انت مش عارف اجابته. بس سالت. ايه اللي بس ايه مرجعك يعني؟ ايه هي اكبر محافظات في مصر؟ أكبر محافظة في مصر هي محافظة الوادي الجديد، شكرا. وبعدها ماشي، عاش. كده كام؟ السؤال التالي. معلومات عامه، والسؤال هو ايه هي الدولة اللي موجود فيها اكبر عدد من الاهرامات؟ الدولة اللي موجود فيها اكبر عدد من الاهرامات مهم. هي تقريبا مش وخليني مصر. اقول لك الاهرامات الفرعونية. يبقى اكيد مصر. طيب الاجابة غلط، وهي ها؟ السودان الشقيقة. وفيها، انا مش متأكد جد من عدد الاهرامات اللي فيها، لكن المعلومة نفسها مؤكدة. طب كده ازاي يبقى السودان وفيها اهرامات فرعونيه؟ السودان ومصر في الاول كانت دولة واحدة، وكان فيها بتحكم من بعض الحكام المصريين القدماء، وبالتالي كان فيها اهرامات هم زي. كانوا بيتجربوا في الاهرامات هناك وبعدين جوه عندنا. بص، هو الاهرامات عندهم مش كبيره قوي، بس عشان الناس اللي حبايبنا السودانيين ما يزعلوش. هي كانت عباره عن، يعني اعتقد ارتفاعاته قليله جدا، يعني يعني 3 امتار 4 هرم امتار، مثلا. لكن والهرم كان شكله سفيف خالص كده، محتاج تغذيه. طيب. كده انا 4 ومهندس البير 2. 2. ده انا بجيب في الميد ترم اعلى من كده. اصبر. فعلا مفيش اسئله في دماغي، انا مش فاهم ايه ده. طب اصبر. فكره الاسئله دي بلعبها مع العيال في الكليه، بقى بسالهم شويه اسئله. وريني بس ما انا مش جاي في دماغي دلوقتي حاجه. وريني دليل على اللي انت بتقوله. انا شايف كلام مفيش فاهم. اكلم صحابي طيب هم يسالوك. عايز تستعين بصديق الساعه 4 الفجر. هيقوم لا انا يشتمك. مش فاكر. ايه. طيب اول هرم اتبنى في العالم كان فين؟ اول هرم هتوصل الهرم الاقدم. اول هرم اتبنى. ما هو ايوه اقدم هرم ماشي، في العالم. ادم هرم بص، انا هخاطر اقول ان هو في مصر، وعلى الاغلب هرم سقارة المدرج. طب ثانية هتأكد بس عشان ما ابقاش ما افتيش انا كمان. طب يعني انت يا ما عم ينفعش اصبر. تسال سؤال انت مش عارف اجابته. طب اعمل لك مفيش اسئلة في دماغي. 5. طب استنى بس. انت كنت هتقول ايه؟ اول هرم المدرج فعلا اجابتك صح، كنت اقول هرم المدرج برضه بس اتاكد منها بقى. طيب في كل الحالات 5-2. ده كابت مهندس البير ما جاش النهارده. اسال يا طيب. رب تكون مركز في المحركات والمشروع اكتر من كده. لا مركز فيه يعني. عامة مش محركات قوي يعني، بس ماشي. بالمناسبة طيب، بمناسبة المشروع والمحركات والكلام ده، ان شاء الله عندنا عاملين اكونتات على السوشيال ميديا، هنشارككم رحلتنا اول باول. ده التيم بتاعي، ما اعرفش بتاعك الكلام ده ولا لا، بس انا والتيم بتاعي عاملين كده، هنعمل لكم يعني محتوى سوشيال ميديا بنشارككم فيه رحلتنا وقصتنا طب وفكرة قول المشروع. اسم البيج بتاعتكم، لو في بيج، لو في ممكن ابعت لك اللينك، تحط اللينك في الديسكربشن. خلاص ان شاء الله هتلاقوا اللينك في الديسكربشن تحت، وشجعوهم او شجعونا احنا الاول، احنا لسه بنقول يا هادي. بعد اذنك كده بنبص للساده المشاهدين وقول لهم يعملوا لايك وسبسكرايب للموقع. هقول لهم ايه؟ يعملوا سبسكرايب اعملوا لك اشتراك للبتاع. وقول لهم يفعلوا زر الجرس. بس اي حد يشوف الحلقه يعني يا ريت هنشجع بعض، نشجع. وانا برضه بحط اللينك بتاعك عندي ان شاء الله. طيب دوري. دورك. بص، هو سؤال العباني. اكبر منتج للفول السوداني في العالم. وانا عايز اقول السودان بس خايف تطلع مش هي. هو علشان الفول السوداني يعني خلاص. تقريبا اسوان.
إجابة غلط وهي السودان. كده 6. لا انا قلت الاول ماليش دعوه، ماليش دعوه. انت ما اكدتش على اجابتك، انت غيرت رايك. لا هو السودان. هي خدعه استراتيجيه. لا ماليش دعوه. طب ما انا قلت لك 6. سؤال صعباني. طب يعني ايه ليه يعني؟ ما انت ما عرفتها بعدين. لا ثانيه، بتاعت الثعبان اصلا المفروض ما تحسبش، عشان انت قلت لي، انت لو قلت لي الثعبان ولا اتحسبت لي انا حسبت لك انت. انت بتقول ايه؟ معلش البرد عامل شغل، مش نام كويس كده 6-2، فاضل لي 4 نقط. لا بعد اذنك، 4 لا بعد نقط، اذنك. مفيش عيد كلام ده. عيد البتاع ده. انا لا. قلت لك السودان ماليش دعوه. احنا ناس كبيره يا هندسه، ما ينفعش اللي انت بتعمله ده. ماليش دعوه. دورك اسال. على فكره انا مظلوم عشان بجد مفيش اسئله في دماغي خالص يعني. طب انا يعني انت مفيش اسئله في دماغك، يبقى مظلوم منين؟ المشكله في دماغك. طيب سؤال سهل بس ده اللي جه في دماغي. ايه الكوكب اللي اسمه الكوكب الاحمر من كوكب المجموعه الشمسيه؟ طب انا فاكر اسمه بالانجليزي. ماليش دعوه بقى، تعال. هو المارث مارث. مش بلوتو، مش عطارد، مش الزهرة، مش زحل، المريخ. ماشي 7. ياه. بس ثانيه اصلا، اصبر، هو زهر اصلا هو المريخ، كوكب الأحمر المريخ. اللي بيدرسوا فيه ان المريخ الحياه اللي انتقل من الحياة من الأرض لكوكب تاني، المريخ أقرب حاجة للحياة الأرضية بتاعتنا. انت كده 7 أنا 7 وانا 2. باشمهندس ألبير 2. لا بعد اذنك لازم نصور حلقه تاني اعوض فيها الخساره دي، مش هينفع. إن شاء الله استنوا جزء تاني يحاول يعوض في الفاينل. عشان هو في الميد ترم بايظ خالص. عاجبك كده يا جلال؟ يلا. طيب بما إننا طلعنا الفضاء، خلينا أسألك كيف تكون قمر الأرض؟ قمر الارض ولا كوكب الارض؟ القمر التابع للأرض، القمر بتاعنا. هو في قمر مش بتاعنا؟ اصلا اساسا انت ما جيتش. لا. انت ده انت في كواكب فيها 4 اقمار، في اعداد. خلقة ربنا يا جدع. سبحان الله، هتعترض على ربنا خلق خلقنا وخلق الكوكب كلها فعادي. ونعم بالله، بسألك على السبب العلمي. لا ما خدناهوش في كلنا، سألني في الكهرباء ولا اللي انت عايزه. الكيلو واضح عامل كام النهارده؟ على حسب الاشتراك بتاع على حسب الشريحه. اعلى شريحه ب 2 جنيه و30 قرش تقريبا، او 2 جنيه 34 قرش. القمر التابع لكوكب الارض هو مكون من نفس الكتله اللي اتكون منها كوكب الارض نفسه، يعني كان جزء منه منفصل عنده. وفي عده نظريات للموضوع ده، اللي قال بسبب انفجارات كتيره، يعني الانشطارات النوويه اللي حصلت. لا مش انشطارات نوويه، نيازك كانت بتنزل على الارض بغزاره، وده خلى اجزاء من الارض تتشتت في الفضاء، ولكن الجاذبيه الارضيه جمعتها حواليها، واتجمعت في الاخر بقت قمر. طبعا كان فيه انصهار، يعني الخامات دي او الاجزاء دي كانت منصهره، فاتجمعت عملت القمر بتاعنا. كده ابقى انا 8. طب ما فيش مكان طب تاني. معلش، طب انا عايز اكد على صحه المعلومه بتاعتك. حاضر. معلش يعني انا اسف. حاضر. تاخد من حقك كمواطن يعني. كيف يتكون القمر التابع للأرض؟ القمر اتكون بفعل اصطدام جرم سماوي كبير بكوكب الأرض زمان، والحطام اللي اتنصر من الاصطدام ده اتجمع مع بعض وكون القمر. تحب تعرف أكتر عن النظرية دي؟ لا شكرا، انت كسفت جامد، بس هو اتكسف قوي، هو كان انا نفسه المعلومة تطلع. متاكد من المعلومه مش اكتر. هو كان نفسه المعلومة تطلع أنا غلط. سعيد إني قدرت أساعدك. ده هي وانا سعيد برضه. أسئلة تانية والمشاهدين اكيد سعداء. ده ناخد سف في الكومنتات. كده انا 8. فاضل نقطتين يا شباب، كبسوا كبسوا. طيب الحلقة اللي فاتت احنا خلصنا بس. كوباية الشاي قبل ما نبدأ.
كوبايه شاي ما خلصتش لسه، خلاص قربنا ننتهي يعني. عارف دماغي فاضيه. شفت مش انا الساعه صحراء. 4 الفجر لما تتمشى في شارع كده حته مقطوعه، انا دماغي احنا كده. عايزين سؤال. عيب بقى من عيب ابقى واخد غسيل ومكوى كده. يا عم تعالى لي وانا فايق وهنشوف. حاضر. 2000 years later. استنى، عارف اللبوسه؟ مش هقول لك يعني، كنت هقول لك اللي اخترع اللبوسه اقنع الناس ازاي ياخدوها، بس مش هسألك السؤال ده. اقول لك اللبوسه بتشتغل ازاي جوه جسم الانسان. اللبوسة بتمتص عبر جدار الأمعاء وبتوصل للدورة الدموية. طب اشمعنى بتتاخد من فتحه الشرج؟ بيكون امتصاصها أسرع. ماشي، إجابة صح. إيه السؤال ده؟ وانا جه في دماغي اسئله نص اللي اخترع عارف اللبوسة. أنت أول ما قلت اللبوسة أنا جاي حاجة كنت بس ما ينفعش أقول ما ينفعش أقول احتراما للناس يعني. انا عارف. طيب النقطة الفاينل بالنسبة لي أنت واقف عند 2 خلاص يا عم نقطة خلاص شرف بقى. تاني. طيب احسن عشان اروح انام. ايوه هاتها في النوم. قول لي اسم واحد من اي جسم اطلقته ناسا علشان يعمل ابحاث. مسبار مثلا، قول لي اسم مسبار من اللي اطلقتهم ناسا. مين؟ اسمه ايه؟ مسبار. ايه المسمار ده؟ شبه المصباح؟ شبه المصباح. طالعين ننور الفضاء بقى، الشمس مش مكفيه فوق. لا بجد، ايه المسمار؟ اشرح لي يعني. يعني هو هنقول ان هو حاجه زي مستكشف او قمر صناعي بيصور الكواكب البعيده وكده. تقريبا كان في حاجه اسمها، مش فاكر اسمه كده، بس هو ليه رقم تاني يعني، مثلا انا عايز الاسم. بلوتو 95 مثلا. لا لا مش عارف، وخد النقطه ويلا. طيب كان في مسبار هابل ها بس ده اسم. ماشي، قول كمل، انت بتكمل اصلا وداخل يعني. لا اصل انا كنت اقول اسم حاجه تاني ما انت اسمه قلت هابل لك، ومش هابل. انتوا ايه علاقتكم بينهم عشان- ماسكه من الحلقه اللي فاتت انت وكابتن عبد. قعد سنه بغري في سؤالك. قال لك ايه على مصر؟ فكره انا سالت السؤال وانا فاكر الاجابه وعارف الاجابه، وانا كنت في ناس كانت عارفه انا كنت عامل قناه قبل كده اسمها معلومه بالشوكولاته، وكنت عامل حلقتين من ضمن 5 حلقات عن ايلون ماسك، وفاكر الاجابه كويس جدا وهو قعد يلخبطني قال لي بص كوبايه الشاي خلصت في اخر الحلقه. انا كوبايه شاي لسه يعني. دي اسرع حلقه تقريبا هتحصل لان مهندس البير ما جاش النهارده. معلش هاجي لك بكره. وده طحن الخواطر ومعلش ان شاء الله لا تعوض يا في هندسه، الفاينل. بص اقول لك، تعوض في الدنيا الفاينل. يوم ليك ويوم عليك، فاليوم اللي ليك أيوة، تفرح أيوة. براحتك عشان هاجي لك يوم عليك ايوه طب والنهارده اليوم اللي عليك وانت واخد على دماغك. ماشي، ايه المشكله؟ ما لازم نتقبل يعني. ودي كانت نهايه حلقتنا ونهايه مهندس مع الوقت العام. ونتمنى ان الحلقه تعجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتعرفوا اصحابكم علينا علشان احنا بنكبر بيكم وليكم. وشكرا. طيب اقوم انا بقى اغسل كوبايه الشاي دي.